متحرك ومهاري ولياقته البدنيه عاليه، قدر يخترق في الكره اللي فاتت دي وعدى لجوه من ايمن سعيد ولعبها قويه عرضيه، انما مصطفى كمال الركنيه جilberto وداخل منطقه تترد وخطيره. مش ممكن في الدقيقه كام؟ في الدقيقه 90 مش ممكن عماد متعب يلعبها في اتجاه المرمى. واهو شوفوا حضراتكم الاعاده، ادي اتردت الكره وعماد متعب، ومين اللي بيطلع؟ ايمن سعيد. برافو يا ايمن يا سعيد، برافو يا ايمن يا سعيد، منتهى الخطوره عماد متعب في حلق الجون وايمن سعيد. ادي سمير عثمان خطف، يعني محمد شوقي رايح عشان يديها للاعيبه النادي الاهلي وعمرو زكي، فرصه عمرو زكي، ولسه عمرو مره ثانيه. مش ممكن عماد النحاس ومجدي عبد العاطي مره ثانيه، مش ممكن. هدف مؤكد ضاع من نادي ام. بيتكلم عصام الحضري مع عصام عبد الفتاح، بيقول له ده جilberto بيقول لشوقي اديها لهم عمرو زكي. يعني بيتكلم وائل جمعه اهو، راح بمنتهى الروح رضاه واحمد السيد، يعني تدخلوا. ادي عمرو زكي والانفراد التام بعصام الحضري، لعبها انما لعبها وحش. احمد السيد اشترك معاه في اللحظه الاخيره ورجع شوقي دخل بفدائيه. شوفوا حضراتكم احمد السيد، يعني برافو يا احمد الحقيقه. جاله بعد كده وائل جمعه وشوقي مجدي عبد العاطي والجون فاضي، حطها في السما. الدقيقه الثالثه من الوقت بدل الضايع، انما شهدت فرصه ذهبيه الدقيقه الثانيه وهدف مؤكد ضاع من انفراد تام من عمرو زكي، ثم متابعه لمجدي عبد العاطي حطها في السما. تلعب على طول مره ثانيه وائل رياض، تتخطف مجدي عبد العاطي ومرتده سريعه قويه من اسامه حسن فيها مفاجاه. الحضري والدقيقه الاخيره والثواني الاخيره من الدقيقه الرابعه، ادي متعب ولسه الفرصه منتهى الخطوره وعماد متعب بيلم، عايز يعمل ايه؟ يقعد عماد متعب ولسه عملها. برافو يا عمرو يا فهيم، ينفع هدف مؤكد. مش ممكن اللي عمله عماد متعب، لم ورقص وشاط مره ثانيه في المرمى الخالي وعلى طول. ادي وائل رياض والفرصه مره ثانيه تترد. بقول لحضراتكم على موعد مع الاثاره في الثواني الاخيره، كأن الاثاره كلها اتجمعت في الوقت المحتسب بدل الضايع. فرصه وهدف مؤكد ضاع من انبي، ورد النادي الاهلي بهدف مؤكد اخر ضاع، وعمرو فهيم يمنع الكره من العبور الى داخل الشباك. يحضن على الكره اسامه حسن وياخد ضربه المرمى، واعتقد انها اللعبه الاخيره. ادي لم ورقص ورجع مره ثانيه، لم مصطفى كمال ورقص مره واثنين ولعبها على طول. انما برافو يا عمرو يا فهيم. شوفوا حضراتكم، لم مهارات طبعا من المهارات. وادي محمد بركات، انما فين عمرو فهيم؟ الخبره عمرو فهيم الحقيقه في اللعبه اللي فاتت دي. ادي بعد ما لم مره واثنين وثلاثه، الحقيقه بتتعدينا مره واثنين من جميع الزوايا. الفاول على طول لوائل رياض. وائل رياض في من الفاول من ناحيه وعبد الشمال. وائل رياض جوه الجون يا وائل يا جمعه، يا وائل يا جمعه. كاننا مستنيين للوقت الاضافي عشان هذا الهدف الجميل للنادي الاهلي. اتردت الكره بعد الضربه الحره من عماد متعب من ظهر عمرو فهيم، والمتابع على طول وائل جمعه. وادي الدور البارز للمتابعه على طول بشماله في الزاويه القريبه على شمال مصطفى كمال. يبقى الهدف الاول للنادي الاهلي، ومعها فرحه جماهير النادي الاهلي في استاد عثمان احمد عثمان. مشاهدينا الاعزاء، يتقدم وائل جمعه بالهدف في الدقيقه الثالثه من الوقت البدل الضايع، الدقيقه 93. وائل جمعه واقف في المكان المظبوط متوقع. شوفوا حضراتكم الاعاده، هو شيتوس لعبها حلوه قوي، طلع على طول عماد النحاس، اتردت من ظهر عمرو فهيم لوائل جمعه، حاططها على طول في الزاويه الضيقه القريبه عشان يبقى هدف التقدم. اهي الكوره اتردت وبشماله واخدها على طول، برافو يا وائل يا جمعه. والهدف الاول للنادي الاهلي، الهدف الاول للنادي الاهلي. انما شيتوس لعب الكره العرضيه في منتهى الجمال، وعماد النحاس لعبها بدماغه واتردت من ظهر عمرو فهيم للقناص المتابع وائل جمعه عشان يبقى هدف التقدم النادي الاهلي وكأس السوبر.
كابتن شادي محمد. شادي محمد يتسلم كأس السوبر المصرية من الكابتن سمير زاهر رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم. مليون مبروك للنادي الاهلي كأس السوبر المصرية. حظ اوفر نادي امتي ان شاء الله بجهوده العظيمة. اعزائي المشاهدين اشكركم على حسن المتابعة واهديكم جميعا كل تحيات الوحدة 11 والوحدة الاولى الرقمية، وتحيات المخرج محمد نصر الدين، وتحياتي